انا ليا سلطان، بس الكنيسه الناس مش فاهمه يعني ايه ليا سلطان. ليا سلطان ان انا اربط الشر واحل الخير. الناس متخيله ان القانون الحل والربط ان ابونا يمسك الواحد يقول له تعالى انت ما ايه، انت محروم، انت مربوط ما تتناولش، وانت محلول مش عارف ايه. يعني هم ربطوها بالايه، التناول وعدم التناول، انت مسموح لك ومحروم لك. قصه اكبر من كده. لما الرب ادى السلطان ده للكنيسه قال لهم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء. بمعنى انت ليكي حل ان انت ليكي امكانيه انك تربطي الشيطان، تربطيه علشان ما يأذيش الناس، وتحلي الانسان من ايدين الشيطان فيبقى في بركه. انا ما جبت ده منين؟ شوف فاكر الرب يسوع لما دخل المجمع مره فلقى امراه منحنيه فناداها، قال لها، حط ايده على دماغ على كده وقال لها ايه؟ انت محلوله من ضعفك. يبقى اداها ايه؟ حل. الكده والفريسيين زعلوا وقالوا له ليه كده؟ ده احنا يوم السبت وما السبت ما يحصلش شفا. قال لهم ايه؟ هذه ابنه ابراهيم وقد ايه؟ ربطها الشيطان. يبقى مين اللي بيربط الانسان؟ الشيطان. ومين اللي له سلطان يطلق الانسان؟ الكنيسه، المسيح. ومين اللي قدر يربط الشيطان؟ يسوع. والكنيسه تقدر تربط الشيطان. فهنا القصه، انت سرحتي مني؟ لا ده انا مركزه معاك قوي. الكنيسه هي اللي ليها سلطان تربط الشيطان. ما ربطتموه على الارض. الربط ده يا جماعه للاباء الكهنه، للخدام، لابائنا اللي على دماغنا من فوق، ما لهمش حق ان هم يربطوا في البني ادمين. حتى لو البني ادمين وحشين يتوبوهم، يكلموهم عن ربنا، يكلموا يقدموا المسيح، ما يقعدوش يربطهم لحسن يكونوا شغالين مع الشيطان. اللي بيربط البني ادمين هو الشيطان. دور الكنيسه انها تفك البني ادمين من تحت يد الشيطان وتربط الشيطان اللي ربطهم. يعني ما ربطتموه يعني اربط الشيطان، ما حللتموه يعني حل الانسان. هو ده المعنى بتاع الرب. وكله باستخدام كلماتك. كله باستخدام كلماتك، لانك انت على قال لهم كده، بص يا بطرس انا اعطيتك مفاتيح ملكوت السماوات، ما تحل على الارض يكون محلول، ما ربطته على الارض يكون مربوط. فهو اداله الايه؟ ده الاخ بيرد عليه. فراح رد عليه قال له اه فعلا هو ربنا اداله مفاتيح ملكوت السماوات بس ما سابش معاه نسخه. يعني اداله كل المفاتيح. يعني هنا بقى بطرس يتحكم في مصير الناس ويتحكم في ربنا، وربنا بقى نايم على ودانه. الكلام ده خطير طبعا، خطير، وسبب ضعف الكنيسه النهارده. انا عايز اقول لك ان لو الرب ما لقاش رجالته متعاونين ومتفاعلين